اسمي ثريا، عمري 46 سنة. عندي بنتين وولد. من زمان وأنا حاسة إن ولادي كانوا السبب إني تخليت عن كل حاجة كنت أتمناها في حياتي. كل ما كانت الدنيا تديلي فرصة أعيش زي باقي الستات أو أحس بشوية راحة، كانوا هم اللي يقفوا قدام فرحتي، وأنا كنت أسيبهم لأني أم. ومثل أي أم، كان نفسي أشوفهم مبسوطين، مرتاحين، كويسين. أبوهم سابنا من زمان، اتجوز عليا من غير ما أحس، وسابني وساب الولاد وراح عاش حياة جديدة. كان دايماً أناني. أنا قضيت سنين أحارب عشان البيت يمشي. عرفنا الجوع بجد، عرفنا الحرمان. كان في شهور ما كان عندنا حرفياً حاجة، لكن كل يوم كنت أصحى وأشتغل، جوه البيت، برا البيت، تنظيف، طبخ، خياطة، بيع أي حاجة، عشان ألم لقمة العيش. فضلت عشان خاطر الولاد. كنت بفكر، هم حيسيبوا إزاي لو سبت؟ إيه اللي هيحصل ليهم؟ مع إن أبودهم ما كانش بيديهم حاجة، لا فلوس ولا وقت ولا حنية. هم كانوا بيحبوه، دايماً يسألوا عليه، وكانوا يزعلوا لو أنا اتخانقت معاه. فكنت ساكتة، ببلع وجعي، بشوف أحلامي تموت واحدة واحدة عشان خاطرهم. لما بفكر دلوقتي، بشوف إني مش بس كنت بربيهم، كنت ببقى عشان أعيش. وكل مرة كنت أحاول ألم نفسي، الدنيا كانت ترجع تهدني. لكن فضلت أبدأ من جديد، لحد ما في يوم حسيت إني فاضية، بلا طاقة، بلا أمل، تعبانة قوي. خلاصة الجزء، لكن وأنا حاسة إني خلاص هبط، فتح باب صغير، وجت فرصة ما كنتش متوقعاها. فرصة هتغير حياتي للأبد، وهتدمرها برضو. من كام سنة بدأت مشروع أكل مع جارتي سلوى. هي أكبر مني وحكيمة وطيبة. كنا بنشتغل ليل نهار، طبخ وتغليف وتصوير على السوشيال ميديا. واحدة واحدة الناس بدأت تلاحظنا، صفحتنا على فيسبوك كبرت، الطلبات زادت. اللي ابتدى بمطبخ صغير بقى مطعم حقيقي. أخيراً بقينا بنكسب فلوس كويسة، أكتر من اللي تخيلته في يوم. لأول مرة من سنين قدرت أشتري لولادي كل اللي محتاجينه. وسعت المشروع، شغلت ناس، لكن جسمي تعب. سنين الشغل القاسية والضغط سابوا أثر فيا. ما بقتش أقدر أقف ساعات طويلة. وقتها جوزي، اللي كان سابني من زمان، رجع يتحكم في كل حاجة. بدأ يدير حسابات المطعم. سبته عشان ولادي يحترموا أبودهم، وعشان البيت يفضل متماسك. الفلوس بقت مش مشكلة، لكن الراحة لسه مش موجودة. كان ياخد فلوس من الشغل من غير ما يسألني. أنا ساكتة. كان يقرر حاجات مالية ورا ظهري وأنا ساكتة. فضلت أقول لنفسي، هو والدهم، خليه يحس إنه راجل. بس جوايا كنت عارفة الحقيقة، أنا اللي شايلة كل حاجة. تاني في يوم قعد قدامي وقال بهدوء، أنا اتجوزت. كده، من غير نقاش، من غير ذنب. كان متوقع إني أقبل وأفضل جنبه وكأن حاجة ما حصلتش. ساعتها حسيت حاجة جوايا اتكسرت. لأول مرة في حياتي ندمت على كل سنة ضيعتها معاه، كل ليلة ما نمتش، كل دمعة نزلت. طلبت الطلاق، رفض، إلا لما أدفع له مبلغ كبير. ودفعته عشان يطلقني. بعد كده بقيت لوحدي مع أولادي والمطعم. سلوى كبرت وضعفت، مش قادرة تساعد زي الأول. كل حاجة وقعت على كتفي. خلاصة الجزء، كنت بغرق في شغل ووحدة، وفجأة ظهر وش جديد في المطعم. حد هادي، أمين، ومش زي أي حد عرفته قبل كده. ومن غير ما أقصد، قلبي بدأ يحب. اسمه فريد، عنده 43 سنة، مطلق وظروفه صعبة. مراته الأولى سبته عشان الحياة كانت صعبة. شغل مش ثابت ولا حياة مستقرة. أنا شغلته محاسب في المطعم بعد ما طليقي مشى. من أول أسبوع حسيت إنه مختلف. أمين، منظم، أخلاقه عالية. كل مرة أراجع الأرقام ألقاها مضبوطة 100%. ما خدش قرش زيادة أبداً. ابتدينا نكلم بعض أكتر، أولاً شغل، بعدين بقى كلام شخصي. عرفت إنه من عيلة كويسة، بس حظه وحش. مش كسول، لكن ما جاتلهوش فرصة من قبل. أنا أعطيته فرصة ونجح. بشوية بدأت أعجب بيه، مش شغله بس، لكن طيبته. هو كل حاجة كان طليقي عكسها تماماً. في يوم اعترف إني عجباه، وأنا حسيت بنفس الشعور. لأول مرة من سنين تخيلت مستقبل مع راجل بيحترمني. قررت أحكي لولادي، افتكرت هيفهموا. أبوهم اتجوز تاني وعاش حياته، ليه أنا لأ؟ لكن رد فعلهم كان قاسي. التلاتة
بنتي وولدي وقفوا ضدي وكأنهم حافظين كلام. قالولي: عايزة تدمرينا؟ عايزة تعملي فينا كده؟ ولدي بالأخص كان فوراً اتهم إني بنسى واجبي كأم. صدمتني، أنا اللي ضحيت بعمري كله عشانهم، ولما عايزة شوية سعادة صغيرة رفضوا. تراجعت، قلت لفريد مش هقدر أكمل. احترم قراري وقرر يمشي من الشغل. ما حبيش يبقى سبب خناق بيني وبين ولادي. شفته بيروح وقلبي بيتقطع، ورجعت لحياتي الوحيدة. خلاصة الجزء، لكن ولادي لسه مش سايبيني. كان عندهم خطة تانية، يجيبوا راجل تاني لحياتي، أصغر بكتير، أقرب ليهم، وأخطر على قدرتهم عليا. بعد ما فريد مشى، ولدي رشح إنه يجيب صاحبه من الكلية. قال: ظروفه صعبة، أبوه متوفي وهو اللي شايل أهله، خلينا نساعده. وافقت. الشاب اسمه رامي، نفس سن ولدي، حوالي 23 سنة. أنا 46. كان محتاج فلوس لأمه وإخواته، فشغلته في المطعم وعملت له أوضة صغيرة على السطح. رامي كان محترم، مجتهد، أخلاقه عالية، ما اشتكاش يوم. كان يشتغل ورديتين، يذاكر بالليل ويساعد في البيت. عالجته زي ولادي، اشتريت له هدوم، طبخت له وسيبت له أكل قدام أوضته لما يرجع متأخر. كان شاكر، وبشوية الشكر ده بقى حاجة تانية. على مدار سنة لاحظت إنه بيبصلي بطريقة مختلفة. كان يقول: يا ريت ألاقي ست زيك، أو أنتي سبب نجاحي. حاولت أطنش الأول، بس الحقيقة كنت بحس إني عايشة تاني حواليه. يضحكني، يسمعني، يشوفني، مش مجرد أم أو شغالة، لكن ست. في يوم اعترف بحبه، قال مش قادر يتخيل حياته من غيري، إني غيرت مستقبله، وأنا حسيت إني بحبه هو كمان، مش عشان صغير، لكن عشان طيب، مخلص، حقيقي. لما ولادي عرفوا، الدنيا اتهدت. ولدي قطع كلامه معايا، بناتي صرخوا وعيطوا، قالوا لي عار وهتخربينا، حتى جابوا أبودهم عشان يضغط عليا. المرة دي ما تراجعتش، جمعت شنطة وسيبت البيت. خلاصة الجزء، رحت الشقة فاضلة عندي ورامي جه جنبي. اتجوزنا في هدوء وعشت 3 أسابيع أحلى من أي حاجة قبل كده. لكن السعادة زي ما هتعرف ليها تمن. الأسابيع ال3 دول كانوا أجمل حاجة في حياتي. مع رامي حسيت إني صغيرة تاني، بدأت أهتم بنفسي، شعري، بشرتي، لبسي. الناس قالت إني أصغر ب20 سنة، عاملني زي الملكة. هو اللي مسك المطعم بالكامل، خلاني أرتاح. حياتي بقى فيها ضحك ودفء، كل يوم كنت بحبه أكتر. لكن بمجرد ما رجعنا البيت الرئيسي، الكابوس بدأ تاني. ولادي جمعوا شنطهم، قالوا رايحين يعيشوا عند أبودهم ومراته. استندتهم، حاولت أشرح إن رامي راجل كويس، وإني تستحق شوية سعادة بعد كل السنين اللي تعبتها. ما سمعوش كلامي، مشوا. قلبي اتكسر. مفيش أم تحب إن ولادي يسبوها، لكن في نفس الوقت أنا تعبت من التضحية طول عمري. عملت كده 46 سنة. إمتى دوري يجي؟ عدت أسابيع، بعدين شهور، ولادي عانوا في بيت أبودهم. مراته ما كانتش عايزاهم، راحوا في الآخر عاشوا عند جدتهم. سمعت إنهم تعبانين، لكن مفيش واحد فيهم كلمني، مفيش واحد اعتذر. فجأة حصل حاجة مش متوقعاها. رحت الدكتور عشان تعبانة، حاسة بغثيان. الدكتور بيصلي وقال: انتي حامل. صدمت. عندي 46 سنة، جوزي 23 سنة، وحامل؟ معرفتش أفرح ولا أزعل. لما قلت لرامي، دمعة من الفرح. ساعتها عرفت إن حبه حقيقي. لكن ولادي حتى مش عايزين يسمعوا الخبر. ولدي قال إني خنت العيلة. بناتي رفضوا يردوا على تليفوناتي. خلاصة الجزء، وأنا دلوقتي حامل، في حب، مبسوطة لأول مرة في حياتي. لكن وحشاني ولادي كل ثانية. مش عارفة أجيبهم إزاي، ومش عارفة أرجع لهم ولا سيبهم في حالهم. أنا محتاجة نصيحة بجد. ولادي لسه مش عايزين يكلموني. ولدي اللي ربيته لوحدي، اللي أكلته بإيدي في أيام الجوع، بيبصلي دلوقتي كأني غريبة. بناتي عيطوا لما حد يذكر اسمي، بيقولوا إني اخترت ولد صغير عليهم. مش صحيح، أنا ما اخترتش حد عليهم، أنا اخترت نفسي المرة واحدة، بعد 46 سنة من اختيار كل الناس إلا نفسي. رامي حنين قوي، بيشتغل، بيحترمني، عمره ما صوت عليا. هو اللي مسك المطعم بالكامل عشان أرتاح في حملي، يقرأ لي بالليل، يبوس جبهتي قبل ما يخرج.
هو كل حاجة كنت بدعيلها في سنين الظلمة، والبيبي اللي جوايا اللي جه من غير ما أتوقعه إداني أمل كنت حاسة إني فقدته للأبد، لكن لسه في وجع ما بيروحش. ولادي التلاتة دول لحمي ودمي، أنا اللي حملتهم، أنا اللي عانيت عشانهم، أنا اللي جعت عشان يشبعوا. دلوقتي رافضين حتى يقعدوا معايا على نفس ترابيزة. أبوهم اللي سابهم، اللي ما دفعش جنيه في حياتهم، بقى البطل في حكايتهم، وأنا اللي بقيت الشريرة. أعمل إيه؟ أستنى أرجع لهم وأنا عارفة إنهم يمكن يرفضوني تاني؟ أسيبهم مع الوقت ويمكن يرجعوا لوحدهم؟ ولا أتقبل إن ليا الحق أعيش حياتي حتى لو معناه إن هم يمشوا؟ أنا مش صغيرة، فاضليش سنين أنتظر فيها إذن عشان أكون مبسوطة. عايزة أكمل مع رامي، عايزة أربي البيبي ده في سلام، لكن عايزة كمان ولادي يسامحوني. ده كتير؟ قولولي، انتوا هتعملوا إيه لو مكاني؟